في البداية، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد القيامة المجيد. 55 يوم صيام الصوم الكبير، مفيش فيهم لبن ولا حتة لحمة. وتيجي بعد قداس العيد الساعة تدق 12 بالليل، والسفرة تتفرش بما لذ وطاب، والهجوم يبدأ. بس يا فرحة ما تمت، المعدة تصرخ والقولون يضرب جرس الإنذار. بطني بقت حجر ومش قادرة أتنفس. ليلة العيد وأنا قاعد في البيت مريح من شغل الصيدلية، لقيت تليفوني بيرن أكتر من مرة والساعة 1 بالليل. ببص لقيت جاري الشاب الجميل بولا، رديت عليه لقيته بيكلمني وهو بيأنه مخنوق. يا دكتور رفعت الحقني، كل سنة وانت طيب الأول، بس أنا بموت. يا دكتور، راجع من قداس العيد وجعان جدا، دخلت على السفرة أكلت لحمة وفراخ وضربت طبق مكرونة بشاميل محترم وحليت بوحدتين كحك عيد. فجأة بطني بقت حجر، مغص رهيب ومش قادر أخد نفسي ولا أفرد ظهري. وانت طيب يا بولا، بس انت كده عملت جريمة في حق معدتك. اللي حصل لك ده اسمه صدمة هضمية. بص يا سيدي، انت بقالك 55 يوم صايم الصوم الكبير، بتاكل أكل نباتي خفيف، فالمعدة والقولون متعودين على السهولة. انزيمات هضم اللحوم والدهون كانت واخدة إجازة ونايمة، وعصارة المرارة كانت هادية. تقوم انت فجأة بدون أي مقدمات في نص الليل تنزل عليهم بهجوم كاسح من اللحمة والفراخ والدهون التقيلة بتاعت البشاميل والكحك. المعدة اتصدمت ووقفت وقالت لك أنا مش هشتغل. سألني بوجع وتنهيدة، طب أعمل إيه دلوقتي؟ أنا مش قادر أنام. قلته أول حاجة تبطل أكل فورا، هتقوم تعمل كوباية ينسون أو نعناع دافي بدون سكر عشان نهد التشنجات دي، وتعدي على أي صيدلية فاتحة وتجيب شريط إنزيمات هضمية زي دايجست إيز أو سبازمو دايجستين عشان يساعد معدتك تكسر الصخر اللي انت أكلته ده. الغلطة يا بولا إنك فطرت على أكل تقيل من غير ما تلين الموتور الأول. كان لازم تدي إنذار لمعدتك، تفطر الأول بطبق شوربة دافي خفيف وتستنى نص ساعة كده الإنزيمات تصحى والمرارة تستعد، وبعدين تاكل اللحمة براحتك وبكميات معقولة. وفعلا بولا أخد الدواء وشرب نعناع دافي، والحمد لله كمل العيد وهو مرتاح. فرحة العيد ما بتكملش غير بالصحة. لو بطنك قفشت عليك ليلة العيد وحاسس بانتفاخ ومغص مش راضي يروح، اكتب كلمة عيد في الكومنتات وهبعت لك فورا روشتة الهضم الآمنة والإنزيمات اللي هتريح معدتك بعد صيام الصوم الكبير. خلصت حكاية النهاردة، بس حكاية العلم ما بتخلصش. أنا دكتور رفعت، استنوني في الحكاية الجاية، لأن ورا كل دواء حكاية.